ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم بتحدي جديد، وتحدي ال 100 جنيه وهنقدر عليه ان شاء الله. وهنعمل بيه وصفات حلوه جدا جدا جدا. فاللي مش مشترك يشترك بقى وفعل الجرس عشان هيوصلك فيديوهات في التحدي ده لحد العيد. هتعجبك جدا جدا لان احنا محتاجين نوفر مبلغ محترم للعيد. بس لو وصلتي لحد هنا في الفيديو حطي لايك واشتركي وفعلي الجرس واطلعي عشان نكمل بقيه الفيديو مع بعض. طب يا ام هاجر، جبنا ايه بال 100 جنيه النهارده؟ جبنا بيها كيلو سمك. كيلو سمك كلفنا كام يا ام هاجر؟ الكيلو ب70 جنيه. بابتي الله يخليهولي جايبهولي من العبور، والله ب70 جنيه يا جماعه. وجبنا ب15 جنيه حاجه سلطه بس كده. ودخلت بقى على المطبخ على طول عشان انا ورايا مشوار مهم النهارده بالليل، يعني عايزه اعمل اكل بدري قبل ما زوجي يجي عشان يتغدى وننزل على طول. نضفت السمك. في ناس مش بتنضفه، براحتك خالص. انا ساعات مش بنضفه بس انا برضو بحبه متنضف اكتر عشان الاولاد وكده لما اجي احطه لهم يعرفوا ان هم ياكلوه. يعني انا اوريدي عملت اكلة سمك مشوية تحفة كلفتني 85 جنيه، وقولوا ب10 جنيه رده 95 جنيه، يعني 100 جنيه كاملة على بعض. تمام. كان عندي جزر في الفريزر وعندي توم طبعا وعندي رز. طبعا احنا اتفقنا ان الرز بيتخزن بالسنة، اتفقنا ان الرز بتاعنا بيتخزن بالسنة. فعشان كده نقدر ان احنا نجيب بقى اي حاجه جنب الرز. طول ما انت عندك رز وطماطم الدنيا معاكي 100 فل و10. طب يا ام هاجر انا ما عنديش رز. كيلو سمك ب70 جنيه و30 جنيه رز. يا ام هاجر طب احنا بنحب حاجات السلطه. كملي يا ستي 15 جنيه وقت حاجات سلطه 115 برضو مش مبلغ. تمام. وهتاكلوا بيه احلى سمك مشوي. ديت الردة طبعا اللي انتوا عارفينها عشان هنشوي بيه السمك، ودي الدقة اللي احنا هنعمل بيها الدقة بتاعت السمك. توم وكمون وكزبرة وشوية شطة حلوين وقرن فلفل حلو كده، وده جزر مبشور. تمام. وانا منضفة السمك عشان قلت لكم عشان الاولاد مش حابة تنضفيه خلاص براحتك، دي بتبقى حرية شخصية. هنحطه كده في الردة الجميلة بتاعتنا، وهحط بقى الصاجة اللي انا بشوي فيها ديت بقى اي حاجة بشوي فيها اي حاجه. واسفه على الاصوات لو بتسمعوا اي صوت كده او كده، فالاولاد ما بيريحوش باباهم بره يعني. ربنا يبارك لي في عمره يا رب، ويبارك لي في عمرهم ويخليهم لي. طبعا بسخن قوي 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 الصاجه او الشوايه او اي حاجه هتشوي عليها بسخنها قوي، وانزل بالسمك الجميل بتاعنا عشان ما يلزقش في الشوايه او ما يلزقش في الصاجه. بسخنها قوي. طبعا الدخان ده اوريدي عادي جدا مش هتفرق، بس هتشوي شويه سمك بجد بيبقى حلو قوي 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 قوي. والخلطه الجميله دي برضو الجزر مع الثوم والفلفل الاخضر مع الكمون مع الكزبره بتديله نكهه. يعني والله العظيم كنا وشبعنا، واحلى سمك مشوي عملتيه في البيت. لانك انت اوريدي لو بعتي مثلا جبتي سمك وحبيتي تشويه بالرده بالشكل ده وبعتيه بره، ولا 40 جنيه 30 جنيه. تمام. حسب بقى الشوي ساعتها. طبعا اهوت ديت بقى طبعا جبت بوله وحطيت فيها كده ميه دافيه دافيه مش ميه ساقعه، دافيه عشان السمك يبقى حلو كده وطعمه حلو. تمام. وهحط بقى معاه التتبيله بتاعتنا توم وفلفل اخضر وكمون وكزبره وملح والجزر الجميل ده عشان يسكر كده السمك. حابه بقى تحطي كزبره او بقدونس حطي برده بتدي طعم ونكهه حلوه. حابه تحطي فلفل احمر بيدي النكهه حلوه. ليمونه عصره ليمونه برده عشان تبقى النكهه جميله جدا. بس انا برده عصره ليمون على التتبيله، فالدنيا يعني فيها تمام ومية فل وعشرة وكده. خلاص السمك الجميل بتاعنا بقى ايه، ابدا اشويه. وطبعا دوقي برضو الميه عشان لو الملح بتاعها قليل شويه، لا لانك دي اوريدي اللي بتملحي بيها السمك. تمام. شوفي الملح بتاعها مظبوط، لو مش مظبوط زودي شويه ملح. تعالى اوريكم السمك بتاعنا وهو على النار بقى، هو خلاص كده قرب يخلص. بصوا الشوي الجميل. بصوا بجد والله العظيم الريحه كانت قلبة البيت واكني بره في المحل بشوي، وكان تحفه 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 تحفه. كيلو سمك عمل كام يا ام هاجر؟ كيلو السمك قلنا عمل 70 جنيه. وجبنا اللهم صل على النبي ب15 جنيه حاجات سلطه، وجبنا ب10 جنيه رده ناعمه. ادي كده 95 جنيه. لا بلاش والله العظيم، وكنا اكله اكنه من بره. بصوا بقى هبدا ان انا كده طبعا لسه في دوره شوي تاني، بس هبدا بقى كده ان انا انزل السمك اللي انا طلعته كده ايه من الميه كده، واشربه بقى كل التتبيله ديت، واحط عليه كده جزر واشربه كده من التتبيله الجميله دي عشان طعمه يبقى حلو.
بعد كده بتصفيه كويس جدا من اي ميه او من اي حاجه، وما تخافوش والله العظيم مش بيبقى فيه ميه ولا فيه ولا مهري، لا بالعكس بيبقى حلو جدا جدا جدا، وبيبقى طعمه خرافه. جربوه بطريقه ام هاجر والله العظيم هيعجبكم قوي 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 قوي. هكمل بقى بقيه السمك بتاعي كله وهتبله بقى بالطريقه ديت وارجع اوريكم، بس طبعا بتاخديه سخن من على النار على التتبيله على طول، مش بتسيبيه يبرد، لا على التتبيله على طول سخن عشان التتبيله تمسك فيه. وده الشكل النهائي بتاع السمك بتاعنا، وعملنا جنبه رز احمر، وعملنا كمان احلى طبق سلطه. وطبعا انا عملت معاكم الرز الاحمر كذا مره، وعملت معاكم الطبق السلطه الجميل دوت اللي انتوا شايفينه. وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك حلو منكم وكومنت تشجعوني بيه، وتقولوا لي رايكم في الوجبه بتاعتنا النهارده اللي كلفتنا حرفيا 95 جنيه، مبلغ لا يذكر. عملنا احلى سمك مشوي في البيت. اوعي تنسي اللايك الجميل بتاعك.